بعد كده هجيب نص واحدة من البرتقال وهعصرها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كلنا طبعا عارفين ان البرتقال فوائده عظيمة جدا، بيحتوي على فيتامين سي، فاحنا محتاجين حاجات طبيعية او مواد طبيعية، مش محتاجين اي مواد مثلا يعني فيتامين سي من الصيدلية. احنا مش عايزين اي حاجة تكون فيها كيماويات، احنا عايزين مواد طبيعية من الطبيعة في الوصفة بتاعت النهاردة. كمان جبت معلقة من القرنفل المطحون زي ما انتم شفتم، ودوبتها في المكون بتاعي. القرنفل او المسمار بتاخديها وبتطحنيها كويس جدا في الكبة، وبتاخدي معلقة وبتدوبيها بالطريقة اللي انت ملاحظاها لحد ما طبعا بتدوب تماما. بعد كده بتاخدي معلقة من زيت الزيتون، وزيت الزيتون بتاعك يكون زيت أصلي، يعني زيت بكر معصور على البارد عشان يديكي نتيجة تكون أفضل في الوصفة بتاعت